السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. أنا عايزة أسألك سؤال ومش عايزاكي تجاوبي عليه بسرعة. سؤالي دلوقتي في الفيديو ده: هل أنت سعيدة؟ ومش قصدي بالسؤال دوت السعادة اللي هي حياتك تكون ماشية، تكوني بتضحكي أو بتنزلي صور حلوة ولا الناس شايفاكي كويسة. أنا بسأل عنك أنت، عن قلبك، عن إحساسك لما بتقعدي لوحدك، عن اللحظة اللي بتقفلي فيها باب أوضتك عليكي بعد يوم طويل من المسؤوليات وتقعدي مع نفسك. هل فعلا حاسة إنك مرتاحة وسعيدة ولا أنت بتكملي حياتك وخلاص؟ هل انت بتصحي الصبح تعملي اللي عليكي، تهتمي ببيتك، بشغلك، بولادك، تهتمي بزوجك، بأهلك، بالناس اللي حواليكي، وتفضلي طول اليوم بتدي من وقتك ومجهودك ومشاعرك لحد ما اليوم يخلص، وبعدين تيجي اللحظة اللي تسألي فيها نفسك: طيب وأنا؟ هل انت بتعملي كده؟ هل بتقعدي تقولي لنفسك أنا فين وسط كل ده؟ امتى اخر مرة عملت حاجة تسعدني عشاني انا؟ امتى اخر مرة ارتحت من غير ما احس بالذنب؟ او امتى اخر مرة ضحكت من قلبي وحسيت اني مش مطالبة بحاجة من اي حد؟ يمكن انت نفسك مش عارفة اجابة السؤال دوت، وده لانك اتعودتي تكوني موجودة للجميع الا نفسك. انت ممكن يكون عندك حاجات كتير جدا بس لسه مش سعيدة برضه. ممكن يكون عندك بيت وزوج وأولاد وشغل وأهل وصحاب، وممكن تكوني حققتي حاجات كتير زمان كنت بتحلمي بيها، لكن على الرغم من كل ده في إحساس دايما جواكي بيقولك إن في حاجة ناقصة، فتبدأي تدوري على السبب وتقولي لنفسك يمكن لو غيرت شغلي هبقى سعيدة، يمكن لو اشتريت الحاجة دي هكون مبسوطة، يمكن لما أسافر، يمكن لما أخسر شوية من الضغوط، يمكن وتفضلي مستنية الحاجة اللي هتخليكي أخيرا تحسي بالراحة. لكن خلينا أقولك الحقيقة، السعادة مش دايما بتكون في الحاجات اللي احنا مستنيينها. أحيانا المشكلة إنك طول الوقت قاعدة مستنية تغيري حياتك وما خدتيش بالك إنك محتاجة تغيري علاقتك بحياتك نفسها. فعشان تكوني سعيدة في مجموعة من الخطوات، منها انت مش مطالبة تكوني قوية طول الوقت. كم مرة قلتي لنفسك أنا كويسة وانت عكس كده تماما؟ كم مرة كنت محتاجة تعيطي بس مسحتي دموعك وكملتي؟ كم مرة كنت تعبانة وقلتي معلش وهتعدي؟ كم مرة كان نفسك حد يسأل عليكي ويقولك انت عاملة ايه بجد، مش مجرد يقولك اخبارك؟ اعرفي انك انسانة، وعادي انك تتعبي او تزهقي او تمر بيوم مش حلو، عادي تحتاجي راحة، وعادي جدا انك تقولي انا محتاجة ارتاح. الراحة هنا مش معناها انك انسانة كسولة، وانك تاخدي وقت لنفسك مش معناه انك انانية. بالعكس، انت لما ترتاحي هتقدري تدي اللي حواليكي بشكل افضل. لكن لو فضلتي تدي طول الوقت من غير ما تاخدي راحة، في لحظة هتلاقي نفسك مش قادرة تدي حتى اي شيء، حتى لنفسك ولا الناس اللي حواليك. النقطة التانية عشان تكوني سعيدة، انت مش مطالبة ترضي كل الناس اللي حواليك. واحدة من اكتر الحاجات اللي بتتعب الست ان هي بتحاول تكون كويسة وترضي كل الناس اللي بتتعامل معاهم، وفي وسط كل ده بتنسى تسأل نفسها هو انا راضية عن نفسي؟ انت مش مطالبة تكوني مقبولة عند كل الناس، لانك مهما عملتي هيكون في حد ينتقدك. يعني لو اهتميتي بنفسك
هيقولوا أنانية. لو اهتمتي ببيتك هيظهر حد يقولك انت مهملة في نفسك. لو اشتغلتي حد هيقولك مشغولة عن بيتك. ولو قعدتي في البيت هيظهر حد يقولك انت ما عندكيش طموح. فما فيش طريقة هتقدري ترضي بيها كل الناس اللي بتتعاملي معاهم، لكن في طريقة واحدة تخليكي تعيشي في سلام وهدوء، هي انك تعرفي حدودك، تعرفي ايه اللي تقدري عليه وايه اللي ما تقدريش، وتتعلمي تقولي لأ من غير ما تحسي انك انسانة وحشة. تالت نقطة بتخليكي تحسي انك مش سعيدة، مقارنة نفسك بغيرك، ودي من اكتر الحاجات اللي بتسرق السعادة من قلبك. تشوفي واحدة مثلا بيتها جميل، إنسانة بتسافر، ناجحة في شغلها، عندها أسرة سعيدة، فتبصي لنفسك وتقولي أنا ليه مش زيها؟ بس خليكي فاكرة انت شفتي جزء صغير جدا من حياتها. انت ما شفتيش الأيام الصعبة اللي هي مرت بيها، ما شفتيش المشاكل اللي عدت عليها، ما شفتيش خوفها. فاوعي تقارني حياتك الكاملة بصورة من حياة واحدة تانية. انت ليكي ظروفك ووقتك، والنجاح ملوش شكل واحد ولا السعادة ليها شكل واحد. نقطة تانية عشان تكوني سعيدة من جواكي، ما تربطيش قيمتك بشكلك. انت قيمتك مش في شكلك ولا سنك ولا وزنك ولا انت شبه مين، ولا في رأي الناس في مظهرك، ولا في عدد الناس اللي حواليكي وبتعجب بيكي. انت أكبر من كده. قيمتك في شخصيتك، في أخلاقك، في خبرتك، في قدرتك على التعلم، في وقوفك جنب الناس اللي بتحبيهم، في المرات اللي انت وقعتي فيها وقمتي، في الحاجات الصعبة اللي عديتي منها ولسه واقفة. فما تخليش صورة أو تعليق أو مقارنة يخليكي تنسي كل اللي انت فيه. نقطة كمان مهمة عشان تكوني سعيدة من جواكي، انت مش متأخرة. انت احيانا بتبصي حواليكي وتحسي ان في ناس سبقتك. واحدة زميلتك اتجوزت قبلك، واحدة بدأت مشروع او سافرت او اشترت بيت، واحدة زميلتك نجحت عنك. فانت بتقعدي تقولي لنفسك انا لسه فين. لكن مين اللي قالك ان الحياة سباق؟ مين اللي قالك ان لازم كلنا نوصل في نفس الوقت؟ كل واحدة ليها ظروفها، وكل واحدة ليها توقيتها وطريقها. يمكن الحاجة اللي انت شايفاها تأخير الوقت تكون هي اللي بتجهزك لحاجة أفضل. فما تقعديش تجلدي نفسك لأنك مش في نفس المكان اللي فيه غيرك. انت مش متأخرة، انت في رحلتك. النقطة الجاية بعد كده عشان تكوني سعيدة، اعملي حاجات صغيرة عشان نفسك، عشانك انت، عشان تكوني سعيدة. والحاجات دي ممكن تكون حاجة بسيطة جدا، انك تقعدي في مكان هادي تحسي بالسعادة، تشربي قهوتك وانت هادية، تمشي شوية، تكتبي اي حاجة جواكي، تقعدي مع شخص بترتاحي لما بتتكلمي معاه. خدي وقت لنفسك حتى لو نص ساعة. المهم انك تفكري نفسك انك مش مجرد شخص عنده مسؤوليات وبس، انت كمان ليك احتياجاتك وليكي مشاعر وليكي احلام وليكي حق انك ترتاحي. ومن المهم كمان او من النقط المهمة عشان تكوني سعيدة من جواكي، انك ما تستنيش الحياة المثالية. يعني ممكن تكوني مستنية تقولي انا هبقى سعيدة لما الولاد يكبروا، لما المشاكل تخلص او الفلوس تزيد او صحتي تتحسن، او لما البيت يتظبط، او لما الناس تتغير، وبعدين تقولي هبدأ اعيش. لكن الحياة مش هتخلص مشاكلها، كل مرحلة ليها مشاكلها وتحدياتها. فلو انت استنيتي ان كل حاجة تبقى مثالية هتفضلي مستنية طول العمر. لكن المهم
اتعلمي تعيشي وسط الحياة الحقيقية، اتعلمي تعيشي وسط الزحمة، وسط المسؤوليات اللي عليكي. اعملي لنفسك انتي لحظات حلوة صغيرة، لأن الحياة مش بس مناسبات كبيرة، الحياة في تفاصيل صغيرة، في سعادتك مع زوجك، في ضحكة أولادك، في صباح هادي، في دعوة حلوة، في كلمة طيبة أو سجدة بينك وبين ربنا، في لحظة تحسي فيها إن قلبك هادي. دي مش حاجات صغيرة وبس، دي الحياة نفسها. وما تحمليش نفسك فوق طاقتها، انتي مش لازم تعملي كل حاجة وتكون مثالية. مش لازم تكوني البيت طول الوقت مترتب ومثالي، مش لازم تكوني موظفة مثالية أو صديقة مثالية. انتي إنسانة، اعملي اللي تقدري عليه ويرضي ضميرك. ولو قصرتي في حاجة راجعي نفسك، اتعلمي وحاولي مرة تانية، بس بلاش تفضلي تعاقبي نفسك طول اليوم. انتي محتاجة ترحمي نفسك شوية، زي ما بتقولي لحد بتحبيه معلش انت تعبت، قوليها لنفسك. من المهم كمان عشان تكوني سعيدة سامحي نفسك. وانا معاكي، ممكن يكون في حاجات قديمة لسه بتوجعك، قرار خدتيه وندمت عليه، علاقة كنت فيها وانتهت، او فرصة ضاعت منك، او غلطة عملتيها وندمتي عليها، او اخترتي اختيار ما كانش في مكانه. لكن انت كبرتي واتغيرتي واتعلمتي، وبقيتي تفهمي حاجات ما كنتيش فاهماها زمان. فبدل ما تفضلي تعاقبي نفسك القديمة، اتعلمي منها. قولي لنفسك انا غلطت بس اتعلمت، خسرت بس كسبت خبرة، انا اتوجعت بس بقيت اقوى وواعية. مش مطلوب منك انك تنسي الماضي، لكن مطلوب منك ما تعيشيش مسجونة جواه دايما. واللي مطلوب منك كمان عشان تكوني سعيدة من قلبك ان يكون عندك طموح. انت ممكن تكوني طموحة جدا، عايزة تغيري حياتك وتنجحي وتحققي حاجات كتير، وده شيء جميل. لكن ما تقوليش انا مش كويسة الا لما انجح، لان الجملة دي هتخليكي تكرهي نفسك. الافضل ان تقولي انا كويسة دلوقتي وهطور نفسي عشان ابقى افضل. الجملة دي هتخليكي تحبي نفسك وتطوريها. انت مش محتاجة تستني تنجحي عشان تحترمي نفسك او تحبي نفسك. حبي نفسك واحترميها وانت في بداية الطريق، وما تستنيش حد علشان تبدأي تعيشي. انت احيانا بتربطي سعادتك بوجود شخص معين، او مثلا شخص غايب، لما يرجع، لما يهتم بيا، لما يفهمني. لكن حياتك اكبر من شخص واحد. اكيد العلاقات مهمة والحب مهم، والناس اللي بتحبيها ليها مكان كبير في حياتك، لكن لازم يكون عندك عالمك الخاص، شخصيتك، اهتماماتك، اهدافك، وعلاقاتك الصحية، وقتك، وحاجاتك اللي بتفرحك، عشان لو يوم من الأيام الظروف اتغيرت ما تحسيش إنك فقدتي نفسك. وأهم حاجة، أهم حاجة عشان تكوني سعيدة مطمنة من جواكي، ارجعي لربنا. احنا أحيانا بندور على الراحة في كل مكان، وبننسى إن مصدر الطمأنينة الحقيقي ربنا وعلاقتنا بيه. أنا معاك إن المال ممكن يريحك من حاجات، والنجاح يفرحك، ممكن الناس تحبك، لكن في نوع من الراحة بيجي من جواكي لما يكون عندك يقين ان ربنا شايفك وعارف تعبك. اتكلمي مع ربنا، ادعي، صلي، واقعدي في هدوء وقولي كل اللي جواكي لربنا. قولي يا رب قويني، يا رب اهديني وارزقني راحة البال. احيانا الانسان مش محتاج اجابة لكل حاجة قد ما هو محتاج ان قلبه يطمن انه مش لوحده. في النهاية عايزة اقولك حاجة مهمة،
انت مش مطالبة انك تكوني سعيدة طول الوقت، مش لازم كل يوم يكون جميل ولا تكوني مبتسمة كل يوم، ومش لازم حياتك تبقى خالية من المشاكل. لكن حاولي ما تخليش يوم وحش عدى عليكي يخليكي تحكمي على حياتك كلها ان هي وحشة، وما تخليش موقف واحد يخليكي تشوفي نفسك إنسانة فاشلة، ولا تخلي شخص واحد يقلل من قيمتك. ما تخليش مسؤوليات الحياة تخليكي تنسي نفسك. انت ليكي حق في انك ترتاحي، تفرحي، تحققي حلمك. ليكي حق تبدأي من جديد وتقولي انا تعبت. ليكي حق تاخدي وقت لنفسك من غير ما تحسي بالذنب. ومش لازم تغيري حياتك كلها عشان تكوني اهدى. ابدأي بحاجة صغيرة، نامي كويس، اهتمي بنفسك، قللي المقارنات، ابعدي عن الناس اللي بتستنزف طاقتك، قربي من اللي بيطمنك، اعملي حاجة بتحبيها وسامحي نفسك. وافتكري دايما نعم ربنا عليكي، وخلي عندك هدف تسعي له. ابدأي من دلوقتي، من النهاردة ابدأي تشوفي ايه الحاجات اللي تسعدك ونفذيها، لانك تستحقي تعيشي حياة فيها راحة، مش مجرد حياة فيها بقاء. افتكري دايما ان مش لازم حياتك تكون كاملة عشان تكوني سعيدة، ومش لازم تستني كل الظروف تتغير عشان تبدأي تعيشي. ولو الكلام لمس قلبك اكتبيلي في التعليقات ايه اكتر حاجة نفسك تغيريها في حياتك عشان تحسي براحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.